الثوب اللي هناك ده كلهم يستاهلوا. كفايه بقى جالي برد. انا عايزكم تروحوا المكان الجديد ده عشان تتغيروا. يخليها فشل عبد السلام. إلهي يا ولاء يا بنت بطني يحرسك من الحرامية. انت متأكد انك ماشي صح؟ ما تقلقش، أنا عارف طريقي. سواق أوبر ده اللي دلعي فيه بوظيه بدل ما يطلع راجل. ساكن في فيلا. ازاي وليه؟ أنا ببقى عايز أشوفها كتير دي حاجة مش كويسة. ليه حاجة مش كويسة؟ عشان أنا خطر عليها. احنا من الطلاب انا شعري شاب في لجان المنازل دي. يا مستر يا مستر انت مسكت في زمارة رقبته. ركز يا ناموس يا ابن الكابوس. النهارده هنعرف اخر شباك التذاكر المصري، وهنفهم ليه في افلام بتطير وافلام بتقف في مكانها، وهقول لك ليه فيلم برشامه بالتحديد بيكسر كل التوقعات وبيعيد رسم الخريطه من اولها. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. في المركز الخامس فيلم إشعار بالموت. الحكاية بتبدأ بمجموعة أشخاص ملهمش علاقة ببعض، بس فجأة بيجمعهم كابوس واحد. في الأول الكل بيفتكر إنه مجرد واحد مجنون بيسلي وقته، لحد ما الجرايم بدأت تحصل بجد وبأبشع الطرق اللي ممكن تتخيلها. الموضوع مش مجرد قتل، ده انتقام شخصي جدا، كأن القاتل بيحاسبهم على غلطات قديمة هم عملوها ونسيوها. وبيجي ضابط شرطة بيستلم القضية وهو فاكر إنها مجرد جريمة عادية لواحد مجنون، بس الصدمة لما بيلاقي إن كل ضحية وراها خيط بيوصله للضحايا اللي قبلها. الخيوط كلها داخله في بعض، وكل ما الضابط يقرب خطوه من القاتل بيحس انه بيغرق في دوامه اكبر. القاتل دايما سابق بخطوه وبيلعب معاه لعبه القط والفار، والضابط هنا مش بيحاول يحقق العداله بس، ده بيحاول ينقذ نفسه هو كمان قبل ما يوصله الاشعار اللي عليه الدور. الفيلم في اول اسبوع عرض ليه محقق 250 الف جنيه، بس مش كل الافلام بتلاقي جمهورها من الاسابيع الاولى، وخصوصا ان في خبر حزين سيطر على كل صناع الفيلم قبل عرضه، وهو موت بطله بهاء الخطيب يوم 23 اغسطس 2025. يعني البطل نفسه ما شافوش، وده اكيد اثر بشكل كبير على انتشار الفيلم بشكل واسع. وفي النهايه اللي هنشوفه في الاسابيع الجايه هيحكي الحكايه الحقيقيه للفيلم. سيجاره. سواق أوبر. انت مروان وصلني؟ صور فنية. مرسيدس مرة واحدة؟ انت بدك تبقى سيريال كيلر؟ انا حاسه ان دي مش شغلانتك. لا وصلت. بس ان احنا تلعبني معايا. أنا متهيألي شفت حضرتك قبل كده. عايز عيل يتعامل معايا ان امه بجد، مش اني جيت وخدت مكان امه. أنا ببقى عايز أشوفها كتير دي حاجة مش كويسة. ليه حاجة مش كويسة؟ عشان أنا خطر عليها. في المركز الرابع فاميلي بيزنس. الحكايه بتبدا مع عائله فقيره وعايشه اليوم بيومه، وكل طموحهم انهم يلاقوا لقمه عيشهم حتى لو بالسرقات البسيطه. الاب هنا اللي بيقوم بدوره محمد سعد بيقرر انه مش هيفضل يتفرج على اولاده وهم بيغرقوا في الفقر، وبيفكر في خطه جهنميه ومجنونه تماما. الخطه هي ان العيله كلها تتوظف في قصر واحد من اغنى اغنياء البلد، بس بشرط محدش يعرف انهم قرايب. الاب بيشتغل سواق، والام شغاله في المطبخ، والبنت داخله كمدرسه او سكرتيره، وكل واحد فيهم لابس قناع الشخصيه بتاعته باتقان. وهنا بنشوف صراع عيله جايه من تحت الصفر وفجاه بقت عايشه وسط الرفاهيه والخدم والحشم، وبيحاولوا يداروا فقرهم وطباعهم الشعبيه عشان الخطه ما تتكشفش. بنعيش معاهم مواقف كوميديه ناتجه عن التناقض اللي هم فيه، بس وسط الضحك ده بنحس بوجعهم ومحاولتهم المستميته انهم يحسنوا وضعهم ويطلعوا من الدايره المقفوله اللي هم فيها. الفيلم الاسبوع ده محقق ايرادات وصلت ل1,471,000 جنيه، عشان يحقق اجمالي ايرادات في 4 اسابيع عرض 4,159,000 جنيه. كفايه بقى جالي برد. وام بتساعد على الفساد. مفيش سرقه تاني. طب هنعيش ازاي؟ هننصب. انا عايزكم تروحوا المكان الجديد ده عشان تتغيروا، تعودوا على العيشه الطريه. تحب تشتغل معانا هنا؟ انا اشتغل هنا؟ اه. ده ما انت كريم يا رب. مستر كريم الاشاشجي كلاو درس لهانم الصغيره، مش بعيد يخليها فشل عبد السلام.
إلهي يا ولاء يا بنت بطني يحرسك من الحرامية. تاتا تاتا خطي العتبة. ونبقى فاميلي بيزنس. المركز الثالث سفاح التجمع. القصة بتبدأ عند كريم واللي بيقوم بدوره أحمد الفيشاوي، شخص نشأ وهو حاسس إنه غريب عن كل اللي حواليه، وحيد وبيحاول يدور على نفسه في أي حاجة، بس للأسف ذاته دي ملقاهاش غير في طريق سوداوي جدا، وهو التمرد على أهله وكسر كل القواعد. بعد سنين من العزلة كريم بيبدأ يدخل في علاقة مع بنت جميلة، ومن هنا بتبدأ اللعنة. ورا الضحكة الهادية واللبس الشيك بتبدأ سلسلة جرائم مرعبة لعدد من الستات. كريم مش مجرد قاتل، ده شخص مش طبيعي بيتلذذ بالسيطرة، والفيلم هنا مش بيوريك الجريمة، ده بيحاول يحلل ليه الشخص ده وصل للمرحلة دي، وازاي كان قادر يعيش حياته الطبيعية قدام الناس وهو بيخفي وراه مقبرة بحالها. من إخراج محمد صلاح العزب اللي معروف بشطارته في قصص الجريمة الواقعية، بنعيش أجواء تقبض القلب، وخيوط الجرائم بتتشابك مع بعضها، والشرطة بتبدأ تلاحق سراب لحد ما الحقيقة بتتكشف في لحظة محدش يتوقعها. الفيلم الأسبوع ده محقق 4,234,000 جنيه عشان يوصل بإجمالي إيرادات وصلت ل 15 مليون جنيه في 4 أسابيع عرض. ورا الباب اللي هناك ده. انت مين اداك الحق انك تعمل كده؟ تموتها ونحتفل بيه سوا. هو انت علاقتك بالمتهم كان شكلها ايه بالظبط؟ كنت بوديله بنات. دماغي اي حاجه تيجي في دماغي. انا كنت اول ما انزل يجي ابن المحظوظه واروح معاه على طول، لحد بقى ما جنت بقيت ورك فروم هوم. كلهم يستاهلوا. في المركز الثاني ايجي بيست. الحكايه هنا بتبدا من قلب حواري المرج في القاهره. صديقين بيقوم بدورهم احمد مالك ومروان بابلو قرروا ان شغفهم بالسينما مش لازم يقف قدام حاجز حقوق الملكيه او الاشتراك الغالي. من جهاز كمبيوتر متواضع بيبداوا رحله تمرد رقمي قلبت موازين صناعه السينما في العالم العربي كله. احنا مش قدام مجرد قصه قراصنه، احنا قدام دراما بتوريك كواليس اكبر المنصات المجانيه اللي هزت عرش حقوق الملكيه. الفيلم بيغوص في حياه كريم وشريكه وازاي قدروا من الصفر يبنوا امبراطوريه بيدخلها ملايين الناس يوميا، وفي نفس الوقت هم مطاردين ومستخبيين ورا شاشاتهم. المخرج مروان عبد المنعم قدر يصور لنا التناقض بين حياة المرج البسيطة وبين العالم الافتراضي اللي هم سيطروا عليه، وبنشوف الصراع اللي بين طموحهم وبين القوانين اللي بتحاول توقفهم، وازاي الحلم ده أثر على حياتهم الشخصية وعلاقاتهم، خصوصا مع وجود سلمى أبو ضيف اللي بتضيف جانب درامي وتقيل للقصة. الفيلم محقق الأسبوع ده 4,900,000 جنيه عشان توصل إجمالي إيراداته ل 42,990,000 جنيه في 4 أسابيع عرض. احنا الجيل اللي اتولد مع النت. انا شوقي، احنا لازم نعمل حاجه جديده. ده صابر اخويا اللي مجابتهوش هو. انا محمل 50 فلاشه افلام العيد، واما سلمتهم لاصحابهم رجعوا كلهم قالوا لي ان الفلاشات فاضيه. ودي بقى انوار. ايه يا خال؟ وفلوس ونصب، بس في الحقيقه هي قصه عن الحب والصحاب. ميكس جبن. مست اللي مكسر الدنيا انا اللي عم. اقسم بالله انت جاح. في المركز الأول ومش محتاج تعريف برشامة. الفيلم بياخدنا لقلب ماراثون الثانوية العامة، بس مش في لجنة عادية، احنا جوه لجنة منازل، يعني هتلاقي كل الأشكال والألوان، اللي داخل يلحق شهادة وهو كبير، واللي داخل يغش عشان يخلص، واللي داخل وهو مش فاهم هو هنا ليه أصلا. الأحداث كلها بتدور في يوم مصيري واحد، وهو بعبع الامتحانات، امتحان اللغة العربية. اللجنة بتتحول من مكان للعلم والوقار لساحة معركة فوضوية حرفيا. الغش الجماعي هنا مش مجرد حركة سرية، ده بقى نظام وقانون الكل مشترك فيه. بنشوف هشام ماجد في دور بياخدنا لقمة الكوميديا السوداء، مع باسم سمرة اللي بيدي تقل للفيلم ملوش حل، وريهام عبد الغفور اللي بتبهرنا بوش جديد خالص عليها. الفيلم بذكاء شديد بيوريك ازاي المصالح بتتداخل، وازاي طبقات اجتماعية مختلفة تماما بتضطر تتعاون وتتخانق في نفس الوقت عشان البرشامة توصل في الآخر. المخرج خالد دياب قدم لنا كوميديا ساخرة بتضحكك من قلبك، وفي نفس الوقت بتضرب مشرط في واقع التعليم والمجتمع. الفيلم الأسبوع ده محقق 26,700,000 جنيه عشان يوصل بإجمالي إيرادات وصلت ل 165 مليون جنيه في 4 أسابيع. وبسبب الرقم ده أنا في حسبة في دماغي مش قادر محسبهاش. معنى الإيرادات دي إن برشامة بيعمل
بيعمل كل يوم تقريبا 5,500,000 جنيه، يعني كل ساعة بيعمل أكتر من 200,000 جنيه. معناها إن إيرادات أسبوع الرابع لوحده أكبر من الإجمالي الكلي لفيلم إيجي بيست، تاني أعلى فيلم في الشباك. الخلاصة إن فيلم برشامة هو الترند رقم 1 في مصر دلوقتي، وال165 مليون جنيه إيرادات دول بيقولوا إننا قدام فيلم هيعيش سنين. وبنصحك تشوف الفيلم ده مع أصحابك بتوع المدرسة عشان تفتكروا أيام اللجان. وزارة التربية وقت تعليم يا مستر يا مستر قرب الناس كمان. اظن انت عارف انت هتعمل ايه. المدير جاي. ده ان انت اللي عيل بتتقاعس. الغش اخرته النار هتتحرقوا. انا خسيت قبل كده وما اتحرقت. انا شايفه اننا نسلك روحنا ونحل الاول وبعدين نبقى نبلغ. اللي عارف اجابه السؤال الاول يقول. يلا. جمع كلمه احد ايه؟ كذا احد. والله ما احد فيكم هيورد على جنة. هو ايه اللي حصل لده كله؟ بلع البرشامه. هو عنده ايه؟ ولحد هنا بينتهي فيديو النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد عن الافلام والمسلسلات اول باول. اشوفكم على خير.